أنا ودي أوصل رسالة واضحة حق الحكومة الكويتية وحق الشعب الكويتي. صراعنا مع العراق صراع حدود ولا صراع وجود؟ أنا أعتقد أنه صراع وجود أكثر ما هو صراع حدود. العراق لا يحترم أحد إلا من يمتلك القوة، وبالتالي لابد من بذل القوة. هناك مثل صيني واضح: تكلم بهدوء وبيدك عصا غليظة. العراق عرفناه على حقيقته مو من 1990، من زمان، وكان يجب أن نتعلم من أخطائنا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. حتى هذه اللحظة نستأذن منهم؟ من هم عشان نستأذن منهم؟ الكويت تعرف أن وفد عراقي جاي، تتنازل عن المرحلة الرابعة قبل أن تتفاوض معهم. ينخفض قدرات الميناء من 60 مرسى إلى 24 مرسى، ثلثينه يلغى عشان سواد عين العراق. عسى العمى إن شاء الله. العراق ما احتاجه في شيء. أنا أتفاهم مع العراق على شنو؟ ما أتفهم معاك غير بلغة القوة. أبي حقي، وحقي تدفعه بالكامل وغصبا عليك، بالقانون وبالدستور وبسياسة القوة. من هو العراق العظيم اللي يسمونه هذا؟ العظمة لله سبحانه وتعالى. الدراجي ومجموعته قبيلة تهدد باحتلال ما يسمى بالحدود الكويتية العبدلي. انت تمد يدك علينا، والله لا اردك مو دراجة، اردك قاري، اردك سيكل مرة ثانية. من انت حتى تسوي فينا كل هذا؟ صار راح اطبقه. العين مو بعين، العين بعيون، والسن بسنون، والنبالم بالنبالم، والعمق بالعمق، والبادي اظلم.